وإلى الطائف، من هناك ينضم إلينا الزميل أحمد الرايقي موفد العربية. أهلا وسهلا بك أحمد. قبل قرابة ساعة ونصف على المباراة، كيف هي الاستعدادات عندك؟ الحضور الجماهيري، الفريقين وآخر أخبارهم قبل انطلاق اللقاء. هلا محمد، لعل الأجواء هنا في الطائف بصفة عامة أكثر من رائعة، ناهيك عن أجواء المباراة المرتقبة بين الهلال والشباب. الحضور الجماهيري جيد، تذاكر المباراة نفذت بالكامل، حضور كان مميز صراحة، وحضر في وقت باكر على الرغم يعني متبقي حتى الآن ساعة ونصف، لكن لك أن تتخيل أن الجمهور متواجد منذ الساعة 5 عصرا، يعني تقريبا ما قبل المباراة ب3 أو 4 ساعات. الأجواء الحماسية اللي داخل الملعب هي ما ساهمت في حضور الجماهير في وقت باكر إلى المدرجات، بمعنى أنه أشبه ما يكون يوم ترفيهي لهذه الجماهير، تستمتع بالأجواء اللي موجودة في الملعب، بالأهازيج، بالدي جي، بالطرب. فما نستغرب من وجود عائلات كثر يعني حضرت، خصوصا أن الأجواء في الطائف يعني أكثر من رائعة. إن سألتني عن الجماهير والشغف اللي عندهم، يعني ما أخفيك سر، يعني قبل شوي كنا مع جماهير الهلال ومع جماهير الشباب، التحديات صراحة قوية جدا، في تنافس كبير بينهم. تحدي يعني جمهور الشباب يعني أو جله معظمه كان يؤكد إن اليوم المباراة دي ما حتعدي على خير، بمعنى كلامهم انه ان شاء الله تعدي على خير. بالنسبه لي في ان شاء الله تعدي على خير يعني يا احمد، ان شاء الله ما يكون في اي مشاكل، لكن تكون يعني رياضيا محتدمه. لا هم فنيا نعم فنيا، يقصد كل الكلام على التنافس داخل الميدان. في المقابل جمهور الهلال يعني كان يعني يبادلهم بنفس التحدي. لا احنا متعودين على النهائيات، مباريات الحسم دائما تكون في مصلحتنا. في شغف صراحة عند الجماهير انه كل فريق، كل جمهور يبغى فريقه يتأهل، خصوصا يعني زاد الحماس قبل شوي مع هدف كريستيانو. يعني الكل سواء من جماهير الهلال او الشباب يطمح انه يكون النهائي سعودي. بالتأكيد. وبالتالي بالتأكيد انهم هم حابين يكونوا يحضروا مباراة احمد بين طرفين سعوديين عشان البطولة في السعودية، لكن بغيت اسالكم يقدرون يشوفون المباراة يعني من الملعب، ولا بيتابعونها على الجوالات، ولا كيف قاعدين يتابعون المباراة؟ معلش ما سمعتك اخوي محمد. هم الجماهير لما تفاعلت مع الهدف كيف يشوفونها؟ كيف يشوفون المباراة؟ اي الجماهير هنا الجوالات كلها شغاله ما شاء الله تبارك الله، التطبيقات واضح الشبكه ما شاء الله كويسه في الملعب يعني الكل حواليه. لا ممتازه. وخليني اضيف لك حاجه بسيطه، يعني لما قلت انت الشبكه اليوم في مدينه الملك فهد الرياضيه بالطائف، اليوم خلينا نقول يعني واجهه مسقره، او خلينا نقول اشبه ما يكون تمثيل لليوم الحفل الختامي. يعني اليوم مثلا الحشود تم تكليف أكثر من 1000 شخص، اليوم تم فتح جميع البوابات الإلكترونية، أكثر من 30 بوابة إلكترونية للجماهير. جميل. اليوم ظروفها مصغرة للحفل الختامي، ما عدا في أشياء ممكن اللجنة المنظمة أو الاتحاد العربي يعني تاركينها مفاجأة للجماهير. يمكن العربية الوسيلة الإعلامية الوحيدة اللي أمس حضرت وشهدت البروفات، يعني اللوحات الإعلانية، الإضاءات، الإنارات، يعني كانت العربية الوحيدة اللي قدرت تصور بعض المشاهد من خلال اللايف يوم أمس. مو غريبة عليكم أحمد، متألقين في تغطيتكم للبطولة، وراح نتابع معاكم إن شاء الله حبيبي. أيضا في تغطيتكم في النشرات المقبلة. شكرا جزيلا لك أحمد الرايقي موفد العربية، كنت معنا من الطائف. ووقفة قصيرة نعود بعدها لنتابع هذه النشرة وفيها